عمرك خدت قرار وبعدها اكتشفت انك غلطان وفضلت تسأل نفسك انا ازاي فكرت كده؟ الحقيقة ان المشكلة مش فيك، المشكلة ان عقلك بيشتغلك وبيبيع لك الوهم وانت بتصدقه. اكبر عدو ليك هو ان مخك بيحب يهبد وبيستسهل بدل ما يفكر، وده بالظبط اللي بيخسرك فلوسك ووقتك ومجهودك. كتاب التفكير بسرعة وبطء للعالم دانيال كانمان بيشرح ان جواك نظامين للتفكير، واحد متهور بياخد القرار في ثانية وبالفهلوة، والتاني رزين بيفكر بالمنطق. لكن للاسف مش دايما اللي بيفوز هو الصح، وعشان كده جمعت لك اهم 10 قواعد من الكتاب هيعرفوك ازاي تمسك لجام عقلك من تاني. اول قاعده: مش كل اول احساس صح. اوقات كتير اول راي بيجي في دماغك بيكون مجرد انطباع سريع مش حقيقه. عقلك السريع بيحب يجاوب بسرعه حتى لو المعلومات ناقصه، وده بيخلينا نحكم على الناس والمواقف من اول لحظه بشكل ممكن يكون غلط. تاني قاعده: خد وقت قبل اي قرار مهم. القرارات الكبيره في الشغل او الفلوس ما ينفعش تتاخد بالاحساس الاول، سيب لنفسك وقت، لان التفكير البطيء هو اللي بيشوف التفاصيل اللي الانفعال السريع بيتجاهلها. ثالث قاعده: مخك بيحب الطريقه الاسهل. العقل بطبيعته بيميل للحلول السريعه والمريحه، وده بيخلينا نصدق التفسير الاسهل حتى لو مش الادق. عشان كده لازم تسال نفسك: هل انا مقتنع فعلا ولا ده اسهل تفسير رايح دماغي؟ رابع قاعده: ما تحكمش من موقف واحد. مش معنى ان شخص غلط مره انه شخص فاشل، ومش معنى ان حاجه نجحت مره انها مضمونه. العقل السريع بيبني قصه كامله من لقطه واحده، وده من اكتر الاخطاء اللي بنقع فيها. خامس قاعده: الخساره بتوجع اكتر من المكسب. الكتاب بيقول ان الناس بتحس بالم الخساره اكتر بكتير من فرحه المكسب، عشان كده بنفضل متمسكين بحاجات غلط، شغل غلط او علاقه غلط، بس عشان خايفين نخسر. سادس قاعده: طريقه عرض السؤال بتغير قرارك. نفس المعلومه لو اتقالت بطريقه مختلفه قرارك هيتغير. يعني لو حد قال لك نسبه النجاح 90%، هتحس انها لقطه، لكن لو حد قال لك ان نسبه الفشل 10%، هتقلق مع انهم واحد. سابع قاعده: ما تثقش في ثقتك الزايده. مش كل مره تكون فيها واثق من نفسك يبقى كلامك صح. الثقه ساعات بتكون مجرد احساس وهمي مش دليل، والكتاب بيأكد ان الثقه الزايده من اخطر اخطاء التفكير. تامن قاعده: اللي بتشوفه مش كل الحقيقه. مخك ساعات بيبني حكم كامل على المعلومات اللي قدامه فقط، وبيتجاهل انه ممكن يكون في معلومات كتير ناقصه. يعني اللي ظهر قدامك مش دايما هو كل الصوره، دور على المستخبي. تاسع قاعده: المشاعر بتدخل في القرارات. حتى لو فاكر انك بتفكر بمنطق، فمشاعرك اللي هي خوف او غضب ولا حماس هي اللي بتحركك. بلاش تاخد قرار مصيري وانت تحت تأثير اي عاطفة قوية. عاشر قاعدة: اهدى وفكر قبل ما ترد. اوقات اكبر غلط بنعمله اننا نرد بسرعة. خد ثانية زيادة واسأل نفسك: هل انا برد بعقلي ولا برد بانفعالي وبمشاعري؟ وده يمكن اهم درس في الكتاب كله. مش كل فكرة بتيجي في دماغك تستحق انك تصدقها. التفكير مجهود، وعشان كده اغلب الناس بتستسهل، بس الشخص المسيطر هو اللي بيعرف يفرمل عقله ويفكر مرة تانية قبل ما يلبس في قرار غلط. انت بقى عقلك هو اللي سايقك ولا انت اللي ماسك الدركسيون؟ لو الفيديو ده فادك ما تنساش تعمل لايك وفولو، عشان لسه مكملين في سلسلة ال100 كتاب اللي هيغيروا حياتك. وقول لي في الكومنتات دلوقتي ايه اكتر قرار خدته بسرعة وندمت عليه.